أعلنت النيابة الإدارية أنها تباشر التحقيقات في واقعة العثور على أعمال حفر وسرداب داخل أحد مكاتب الصحة بمركز دشنا بمحافظة قنا، يشتبه في استخدامها لأعمال التنقيب عن الآثار وذلك تنفيذا تكليفات. المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية. وكانت لجنة التفتيش التابعة لمديرية الشؤون الصحية بقنا قد رصدت أثناء مرورها يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025 وجود حفرة كبيرة داخل مكتب الصحة، ما أثار الشكوك حول استغلال المكان في أعمال غير مشروعة. وكشفت المعاينة عن وجود باب خشبي جانبي داخل المكتب يؤدي إلى حديقة بداخلها حفرة عمقها يتجاوز 5 أمتار مزودة بسلم خشبي، يرجح أنه أعاد لأغراض التنقيب، إضافة إلى سرداب أفقي ممتد بطول 6 أمتار أسفل غرف المكتب. كما عثرت على كميات كبيرة من مخلفات الحفر وأدوات خشبية مستخدمة في عمليات الحفر. وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتكليف اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير شامل بالواقعة وما تسفر عنه الفحوصات.